السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل السمك الفلي المقلي. هنعمله مقلي في الزيت وهنعمله في الاير فراير وهنشوف الفرق بينهم. هنبدأ ان احنا نتبل السمك. عندي معلقة صغيرة من توابل السمك، والكزبرة الناشفة، الملح، الكمون، وبذور الشطة الجافة. وعندي عصير 3 أو 4 ليمونات لان السمك بيحب الليمون، و6 7 فصوص ثوم. هنخلط التوابل كويس قوي على السمك، يبقى كل السمك متغطي بالتوابل. هنسيبه في التتبيلة حوالي نص ساعة اقل حاجة. هسيبه في التتبيلة وهجهز الخليط بتاع التغطية بتاعه. انا دلوقتي هحط على الدقيق معلقة بيكنج صودا، ومعلقة كبيرة نشا، وربع معلقة صغيرة من التوابل اللي انا تبلت بيها السمك، اللي هو الكمون والكزبرة والملح والفلفل الاسود. هقلبهم كويس قوي، وبعد كده هنقص الدقيق ده كده، هاخد حوالي نصه في الصينية اللي انا هغطي فيها السمك، وباقي الخليط ده انا هزوده بمية. هيبقى دي العجينة اللي انا هسقط فيها السمك ومنها على الدقيق، فهيعمل كفر كويس. وهبدأ على طول هنزل السمك في العجينة دي، وبعدها على الدقيق. ياريت نكون مجهزين الزيت يبقى سخن على طول، ننزل فيه على طول السمك، او الاير فراير تكون برضو سخنة. دلوقتي خدت جزء حطيته في القلاية بتاعت الزيت عادي، وجزء هنحطه في الاير فراير. هعمل بطاطس نقدمها جنب السمك. عندي البطاطس سلقتها، حطيتها حوالي 4 دقايق في الميكرويف، بطاطس صغيرة. وبعد كده هنخرجها من الميكرويف، هنفردها زي كده. هنضغط عليها بكوباية كده في صينية ونرصهم وندخلهم الفرن، وهتبقى جاهزة كده. ده عندي السمك. شايفين الفرق بين اللي كان في الاير فراير واللي كان في الزيت؟ انا الصراحة مش شايفة ان هو في فرق كتير، يعني بالعكس اللي في الاير فراير اخف كتير، ونفس الكفر، يعني الكفر بتاعه حلو مش وحش خالص. انتوا قولولي ايه رأيكم، السمك اللي في الاير فراير احسن ولا اللي اتقلى في الزيت؟ ويجربوه وقولولي ايه رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.